السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة خاصة بحادث وقع في نادي زفتة الرياضي. الحادث انتشر اخباره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الاخيرة. الحادث خاص بقيام احد الاشخاص بمحاولة قتل طليقته وابنائه اثناء تواجدهم في نادي زفتة الرياضي. اللي حصل بالتفصيل واللي وصفه عدد من الأشخاص الموجودين في النادي إن هذا الشخص دخل النادي أثناء تواجد زوجته وأولاده، وأثناء جلوسهم على إحدى الترابيزات دخل عليهم وفي إيده آلة حادة، وحاول طعن زوجته أو طليقته في رقبتها، وبعد كده حاول طعن أولاده. طبعا الموجودين في النادي موقفوش ساكتين، تدخلوا ومنعوه وحاولوا السيطرة عليه، فأصاب 2 من المتواجدين في النادي أو اللي حاولوا منعه. الأهالي حاولوا السيطرة على هذا الشخص وأخذ الآلة الحادة منه وتسليمه للشرطة. طبعا على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين اللي بلغوا 4 مصابين، الزوجة وابنها و2 من رواد النادي، وتم نقلهم لمستشفى زفتة العام لتلقي العلاج. وطبعا هذا الشخص او الزوج تم السيطرة عليه وتسليمه للشرطة، وبالتأكيد هيلقى الجزاء المناسب ليه. ناس كتير من اللي كانوا متواجدين في النادي اتكلموا ان الموضوع قد يكون قضية رؤية، وان في مشكلة ما بين هذا الشخص وطليقته، ولكن لا يعقل ان يتم حل المشاكل بهذه الطريقة. لا يعقل ان شخص يدخل على طليقته وعلى ابنائه ويحاول انهاء حياتهم في مكان عام وهو نادي زفتة الرياضي. طبعا هيكون في متابعات بإذن الله لهذه القضية، وطبعا هيتم الكشف عن اسم هذا الشخص بالتفصيل، وهيتم الكشف عن تفاصيل التحقيق معاه. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعة للحادث المأساوي اللي شهده نادي زفتة الرياضي، وهو محاولة أحد الأشخاص طعن طليقته وأبنائه أثناء تواجدهم في النادي وأمام جميع الموجودين هناك. دي كانت متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار، وفي أي مكان هتلاقوه موجود بإذن الله على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.